ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من زاك وركس دوت كوم. اهلا بيكم في حلقه الاسئله من زاك توك. تعالوا نشوف هنجاوب عليه. اول سؤال معانا النهارده من عمرو رضا محمد، بيقول: استاذ محمد زقزوق، انا جديد في الموشن جرافيك وكنت بتفرج على فيديوهاتك وجزاك الله خير، انا استفدت منك كتير وعندي سؤال. انا بتعلم من افتر افكت والبريمير، ايه بقى فايده برنامج الاوديشن بتاع الصوت؟ انا شايف وظايف البرنامج ده موجوده في البريمير، وشكرا لحضرتك. مبدئيا بشكرك عمرو على السؤال الجميل ده. التولز او شويه التولز اللي هو حاططها لك في برنامج البريمير والتابعه لبرنامج الاوديشن دي لا تكفيك ابدا ولا تغنيك اصلا عن برنامج الاوديشن. بما اني بماستر صوت، انا بعمل اصلا في او كمان بصوتي بعض الاوقات، فانا بماستر صوت او بتعامل مع الصوت بشكل كبير، بالذات كمان في حلقات زاك توك. فالتولز اللي موجوده جوه برنامج الاوديشن يعني ده برنامج صوت اصلا، يعني دي شغلته، فده تخصصه كمان، فمستحيل ابدا يكون البريمير زي برنامج صوت. زي مثلا هل تقدر تعمل مونتاج ببرنامج الافتر افكتس؟ مش هينفع، البرنامج هيضرب منك اكتر من مره. وده ليه؟ لان برنامج الافتر افكتس اصلا للموشن جرافيكس والكومبوزيتنج نص نص يعني، فمش هينفع اعمل وظيفه برنامج جوه برنامج تاني، لا اما هيضرب مني، لا اما مش هيديني اللي انا عايزه، او مش هيديني الامكانيات الضخمه اللي جوه البرنامج بتاع التخصص ده. يعني مثلا برنامج الفوتوشوب بيعمل كل حاجه، بس هل مثلا لو انا جاي اعمل ديزاين لمجله مثلا او لشغل الطباعه اكتر، هيبقى عندي احسن برنامج الانديزاين، يعني مش هيغنيني برضو عن الفوتوشوب برنامج الانديزاين عشان ده تخصصه، فهبقى اقوى فيه. زي برضو الالستريتور مثلا، لما باجي اعمل براندنج او بعمل لوجو مثلا، الامكانيات اللي جوه الالستريتور اكتر بكتير من جوه الفوتوشوب في حته الفيكتور وفي حته اللوجوز وفي حته الرسم والكلام ده، وبالذات البين تول وكده. فما ينفعش ابدا برنامج يغنيك عن برنامج تاني، علشان في شويه تولز. هو التولز دي مديها لك ليه اصلا جوه البريمير؟ هو مديها لك عشان وانت بتشتغل في فيديو او حاجه، عايز مثلا تعمل بيز لصوت، عايز تعلي مش عارف ايه، تزود الجين او تقلل مش عارف ليه، يعني هو حاجات بسيطه قوي هو حاططها لك علشان وانت شغال تنجز بيها شغلك، بالذات المونتير اللي ما يعرفش يشتغل جوه برنامج صوت. هو دلوقتي عارف ان المونتير ده قاعد بيشتغل وجاي له الصوت معمول له ماسترنج، بس في مثلا حته واطيه، في حته عاليه، في حته محتاجه بيز، وهكذا. فمستحيل ابدا التولز اللي موجوده جوه برنامج البريمير تغنيك عن برنامج الاوديشن، مستحيل. تاني سؤال معانا من ميدا مور، بيقول: انت زي العسل والدرس ابداع، لازم نستغل الفرصه دي. مواصفات جهاز للسينما والافتر، علشان مجرد ما بفتح تمبليتات في 10 كومبوزيشن الجهاز بتسمر مكانه، وكمان بمناسبه اللقاء الجامد ده مفيش خصم اضافي بقى على كورس الموشن. ربنا يخليك يا ميدا. بص يا سيدي، مواصفات جهاز للسينما والافتر افكتس، في 3 حاجات لازم تركز فيهم كويس قوي وانت بتشتري اي جهاز كمبيوتر عموما، بالذات لشغل الجرافيكس. اول حاجه خالص كارت الشاشه، ودي من اهم الحاجات اللي المفروض تركز فيها قوي. كارت الشاشه لازم يكون انفيديا. انا بحترم كارت الشاشه ده، في اي تي اي وفي حاجات تانية، بس انا بفضل الانفيديا لان دي شركه من الشركات اللي دايما بتطور نفسها بشكل سريع، بالذات لبتوع الجرافيكس. يعني هي مهتمه اكتر ببرامج الجرافيكس، او هي بتحب الجيمرز وبتحب الجرافيك ديزاينرز، عشان كده دايما بتطور نفسها بسرعه علشان الناس دي. فانا عشان كده بحب انفيديا جدا. انفيديا شركه محترمه، لازم يكون كارت الشاشه بتاعك جي تي اكس، يعني انفيديا جي تي اكس، اي موديل بقى 760 مش عارف ايه، 550 مش عارف كام، يعني اي موديل اي رقم مش هيفرق، يعني طبعا الارقام العاليه من اول 550 مثلا وانت طالع، فلازم يكون انفيديا جي تي اكس. دي اول حاجه خالص، دي اهم قطعه اصلا في جهازك هي كارت الشاشه. تاني قطعه مهمه وبتيجي بعد كارت الشاشه على طول البروسيسور، طبعا انتل كور اي 7 مثلا، ولازم الكاشات بتاعته تكون عاليه او الكاش بتاعه يكون عالي، يعني من مثلا 4 ميجا وانت طالع. برضه الرامات لازم تكون مثلا من 16 برضه وانت طالع. الثلاث حاجات دول لو اتظبطوا في جهازك هتحس ان الجهاز قوي او بيستحمل شغل الجرافيكس بشكل كويس يعني. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو محتاج باور سبلاي كويس، يعني من 850 واط برضو وانت طالع، علشان يبرد الجهاز اللي هو او يبرد شغلك، او يعني انت جايب مكنه عمال تحرقها اصلا في شغل ريندر وشغل جرافيكس وكم برنامج شغال ومعرفش ايه، فلازم يكون في باور سبلاي برضو قوي. هي الفكره كلها ان انت بتعمل كومباتبل بين كل الحاجات دي علشان تقدر في الاخر تشتغل مع بعضها. فاهم 3 قطع في جهازك هم ال3 حاجات اللي انا قلتهم في الاول دول: كارت الشاشه انفيديا جي تي اكس، والبروسيسور لازم تكون كاشاته عاليه اي 7 طبعا، والرامات بتاعتك 16 وانت طالع. بالنسبه بقى للجزء الثاني من سؤالك، مفيش خصم بقى مش عارف على كورس الموشن. اصلا كورس الموشن هينزل بسعر رمزي جدا،
فوق ما تتخيل. انت اصلا لما تشوف سعره حتى مش هتقول مش محتاج اصلا خصم يعني. دي قصه الكورس او ده قصه الخصم يعني. انا حابب يعني اتكلم شويه عن الكورس الموشن. انا عارف ان انا اتاخرت فيه شويه، بس هو فعلا محتاج وقت كتير، لاني انا فعلا ما عنديش وقت والله العظيم. ربنا اللي يعلم يعني. انا اصلا ما بنامش في اليوم غير 3 4 ساعات، ده اذا نمتهم يعني. فالحقيقه فعلا الكورس واخد مني وقت كبير قوي في تحضيره، لاني انا مش عايز انزل باي حاجه يعني. عايز انزل بحاجه قويه جدا تليق بالناس وتليق بيا انا شخصيا كمان. انا قاعد شويه في البيزكس كتير، لان انا عايز الكورس ده يبقى للناس من اول البني ادم المبتدئ اللي ما يعرفش اي حاجه خالص في الموشن جرافيكس او في الافتر افكتس. اول لما يمسك الكورس ده يفهم الدنيا فيها ايه، شرح البيزكس والاساسيات بشكل تفصيلي وشكل كبير قوي. بعد كده بخش في 10 بروجكتس، 10 بروجكتس بقى او 8 او 15 او 20، مش مهم الرقم دلوقتي. المهم ان انا بغطي لك بالبروجكتس دي كل تقريبا مجالات او كل تخصصات الموشن جرافيكس، عشان لما تيجي تتفرج على الكورس ده او تشتريه تبقى خارج منه في المستوى المتوسط، او تقدر تعمل اي بروجكتس تقدر تحطها في شوريل، او تقدر تحطها على ويب سايت او على يوتيوب او على فيميو، وتعمل زيها بقى مثلا او تقلدها او تحاول تطورها. المهم ان هتخرج من الكورس ده ان شاء الله تعرف تشتغل بايدك كويس وكويس قوي كمان. ده بالنسبه لسؤال ميدا. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال الثاني معانا من محمد عبد العاطي، بيقول يا ريت لو تشرح اساسيات الاكستنشنز، هو يقصد الاكسبريشنز، ومدى الفائده العائده من استخدامها، وبعدها لو امكن شرح بعض الاكواد شائعه الاستخدام مع ذكر امثله ليها. الاكسبريشنز مهمه جدا، بيتم برمجتها بلغه الجافا سكريبت. اشهر كودين موجودين عندنا في برنامج الافتر افكتس واللي على طول بنستخدمهم هو كود الويجل وكود التايم. الويجل ده اللي هو علشان تعمل حاجات، الويجل من اسمها حاجات بتتهز سواء في البوزيشن او في الروتيشن. والتايم ده علشان تطول بيه الوقت بتاع الحركه بتاعتك او الموفمنت بتاعتك، سواء بقى يعني روتيشن سواء بوزيشن سواء ايا كان ايه اللي هتحركه. فالتايم هو بيطول لك المده، او بيخلي لك الحركه على طول التايم لاين. طول ما انت بتكبر التايم لاين بتاعك الحركه مستمره على طول التايم لاين. فده من اكتر الكودين اللي انا عن نفسي بستخدمهم يعني، الويجل والتايم. عبد الله سأل سؤال بيقول الفيجوال افكت او الخدعه السينمائيه مجال كبير، تنصح اللي بيبدا في الموضوع ده يمشي ازاي؟ انا كنت اتكلمت الحلقه اللي فاتت من زاك توك عن مجال الفيجوال افكتس عموما، وشرحت فيه التخصصات اللي المفروض هتشتغلها جوه برنامج مجال الفيجوال افكتس. فيا ريت تشوف الحلقه دي يا عبد الله، اكيد هتفيدك يعني. بالنسبه بقى في تمشي ازاي، بص هو مفيش منهج للفيجوال افكتس، او مفيش منهج لاي مجال فني عموما يعني، بالذات في الفيجوال افكتس. فالفكره كلها انك تبدا تتعلم يعني، تشوف الاساسيات بتاعت مجال الفيجوال افكتس دي، تشوف انت حابب انهي تخصص اكتر. عايز تبقى كومبوستر، عايز تبقى روتو ارتست، الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت. تشوف انت عايز تشتغل في ايه او تتخصص في ايه، وتبدا بقى ايه تدور على بقى دروس للمجال ده، تشوف كورسز مثلا تاخدها. الفكره كلها ان زي ما انا قلت لك مفيش منهج للاسف تمشي عليه، وكويس ان مفيش منهج عشان تمشي عليه، عشان تبقى حر اكتر في الدراسه او في المذاكره يعني. والموضوع عايز صبر، لان مجال الفيجوال افكتس مش سهل خالص يعني، ومش لوحدك هتقدر تعمل كل حاجه. فتصبر كتير وتذاكر كتير قوي 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 علشان تقدر توصل ان شاء الله للي انت عايزه. معانا سؤال من مصطفى خالد الجبالي، بيقول السلام عليكم. وعليكم السلام. في البدايه احب اشكر حضرتك على مجهوداتك الكبيره، ربنا يخليك يا درش حبيبي. وكان عندي سؤال لحضرتك، ما هو الفرق بين النيوك والافتر افكتس؟ سؤال مهم قوي درش. برنامج الافتر افكتس وبرنامج النيوك، الاثنين دول من اكبر البرامج اللي بتستخدم في مجال الفيجوال افكتس ومجال الموشن جرافيك ومجال الكومبوزيتنج كمان. البرنامجين دول كل واحد فيهم قوي في حته. زي يعني مثلا الافتر افكتس هو برنامج بيتعمل بيه موشن جرافيكس، برنامج النيوك بيتعمل بيه كومبوزيتنج اكتر، ملوش اي علاقه بالموشن جرافيكس. يعني انا دلوقتي لو عايز اعمل موشن جرافيكس زي الفيديوهات الانفوجرافيكس والحاجات اللي احنا بنعملها بتاعت الجرافيك دي اللي بتتحرك بافتر افكتس على طول. عايز اكومبوزد او عايز مثلا انا عندي او بشتغل على فيلم او بشتغل على بروجكت او بشتغل على مسلسل مثلا وفي كومبوزيتنج كتير وبحط شويه فيجوال حاجات مع بعضها باصص او حاجه زي كده، هشتغل على برنامج النيوك. يعني عموما بكل بساطه وباختصار شديد جدا، الافتر افكتس برنامج للموشن جرافيكس ضعيف شويه في الكومبوزيتنج، برنامج النيوك ملوش في الموشن جرافيكس اصلا، برنامج قوي جدا ومن اقوى البرامج في الكومبوزيتنج من الاخر.
سؤال من انا شكرا ليك ولحضرتك، وسؤالي خارج الموضوع: كيف ممكن اشغل شاشتين في البريمير، واحده اشتغل عليها وتايم لاين وبروجكت والافكت وغيره، والشاشه التانية اشوف فيها عرض البروجكت بس من دون اي ادوات، يعني العرض في كل الشاشه التانية. الموضوع بسيط جدا. يعني انا هتعمل ايه؟ عارف انت طبعا البانل او الحته اللي انت بتنقل بيها الويندوز بتاعه البرنامج، بكل بساطه هتشد الويندوز، هتلاقيها بتتشد معاك وتحطها في الشاشه التانية وتكبر وتصغر زي ما انت عايز. هو ده الموضوع بكل بساطه. انت لو كنت جربت حتى كنت عرفت الاجابه من غير ما تسال يعني. السؤال التاني من انا بخير. السلام عليكم يا استاذ محمد. مش عارف الاسامي دي بتجيبوها لنا منين يا جماعه؟ انا بخير وانا يعني قول اسمك الحقيقي عشان نعرف نتكلم معاك ازاي يعني. السلام عليكم يا استاذ محمد. ممكن اعرف كيف اتعلم اسوي كود تخلي الشكل تعطي حركه معينه بدل التعامل مع الكي فريم؟ ويا حبذا لو تعرف موقع يعطيني اكواد مجانيه. ارجو انك فهمت قصدك يا انا بخير. الكود اللي تقدر تحطه علشان حركه معينه. انا مش فاهم قصدك قوي بصراحه، بس اللي انا فهمته او اللي قدرت افهمه يعني انك تقصد الكود اللي احنا اتكلمنا عنه في بدايه الحلقه، اللي هو كود تايم مالتبلاي او تايم في كذا، مثلا 180 50 ايا كان ايه الرقم هو. فهو ده الرقم اللي يديك حركه معينه بدل التعامل مع الكي فريم يعني. يا رب اكون افدتك يعني. ويا حبذا لو تعرف موقع يعطيني اكواد مجانيه. بص، في ويب سايت اسمه اي سكريبتس، ده من اقوى الويب سايتس او من اقوى الشركات. انا ما اعرفش هي شركه ولا ويب سايت او ايه بالظبط، بس هي تقريبا شبكه بتجمع ناس فريلانسرز كتير من كل انحاء العالم اللي هم بيعملوا الاكواد والحاجات دي. فلو دخلت على الويب سايت ده هتلاقي اكواد ببلاش وهتلاقي اكواد بفلوس، بس ده من اقوى المواقع اللي بتقدم اكسبريشنز للناس اللي بيشتغلوا جوه الافتر افكتس او للموشن جرافيكس عموما يعني. والبرنامج طبعا والويب سايت ده هتلاقيه تحت في الديسكربشن، وهكتبه دلوقتي حالا هنا كده. تمام. السؤال اللي بعده من احمد ديزل، بيقول: الف شكر يا محمد، شرحك جميل والله، ربنا يبارك لك يا ابو حميد. محمد ليه سؤال: هل خطوه تناسق الصوت مع المشروع بتاعي بيكون بتتركز اكتر في برنامج الافكت ولا برنامج البريمير، وازاي اقدر اظبطها؟ على حسب انت شغال ايه دلوقتي. يعني انا مثلا بشتغل دلوقتي في برنامج في بروجكت انفوجرافيكس او في بروجكت جوه الافتر افكتس، فهسync الصوت او هعمل له تناسق جوه الافتر افكت. هدوس على الاوديو بتاعي او الاوديو تراك بتاعي وادوس عليه على الكيبورد ال علشان اجيب التراك نفسه الصوت، وابدا اسync واسمع ورندر من اول وجديد واسمع وهكذا لحد ما اسync الصوت صح. لو انا قاعد بمنتج مثلا حلقه او بمنتج فيلم او مسلسل او ايا كان، هسync الصوت بالبريمير. يعني على حسب انت بتعمل ايه دلوقتي في انهي حته فبتسync الصوت بيها. وسync الصوت في البريمير من اسهل ما يكون. يعني انت برضه بتحط التراك بتاعك، بتكبر شويه الزوم بتاعه علشان تشوف التراك الصوت عامل ازاي، وتبدا تسync على الصوت بتاع الكاميرا او بصوت الفوتج بتاعك. هو ده موضوع تناسق الصوت، موضوع بسيط جدا. جوه الافتر افكتس وانت بتعمل مثلا بروجكت انفوجرافيكس، فهتحتاج كل شويه تعمل ريندر، وكل شويه البرنامج هيضرب منك عشان هو اصلا ما بيفهمش الحته دي شويه. وبس كده، احنا كده خلصنا الاسئله بتاعت النهارده. يا رب اكون افدتكم، ويا رب اكون يعني كل الناس اللي سالت. انا بعتذر لكم جدا ان انا اتاخرت فعلا في حلقه الاسئله، بس والله كنت تعبان وعندي برد، ويعني هو حد اصلا يسجل حلقات والكلام ده في التلج اللي احنا فيه ده. فانا بعتذر جدا للناس اللي انا اتاخرت على الاجابه، اتاخرت في الاجابه عليهم. بعتذر لهم جدا. والناس اللي ما جاوبتش على اسئلتهم صدقوني ان شاء الله هجمعها كلها برضو وهعملها في حلقات تانية. وان شاء الله الحلقات الجايه تكون يعني تلم اسئله اكتر يعني. كان معاكم محمد زازوق من ZackWorks.com، واشوفكم المره الجايه على خير في حلقه جديده من زاك توك. السلام عليكم.